هو الكلام على ايه اليومين دول؟ النزلات المعويه بدات تظهر وبشكل كبير، عندنا ترجيع وعندنا اسهال لمعظم الاطفال الايام دي. بنعمل ايه مبدئيا كده؟ السبب غالبا بيبقى فيروس مش بكتيريا، فمش محتاجين مضاد، فما نجريش ورا المضاد مع الاسهال والترجيع اللي بيحصل مع الاطفال. طيب اهم حاجه ان انا اعوض الاسهال والترجيع اللي موجود ده بمحلول جفاف، وممكن ندي بروبايوتيك او بكتيريا نافعه وزنك، لكن مش بندي حاجات تمسك الحمام. مش الفكره في النزلات المعويه ان انا بعوض الاسهال، ولكن مش بخلي الاسهال لازم ان هو يقف او اترعب منه. طول ما انا بعوض الاسهال فان شاء الله مفيش جفاف. ولكن لو احنا بنكتم الاسهال وبندي ادويه توقف الاسهال، كده انت بتكتم الميكروب في البطن، فبيزيد بقى الاسهال. حتى لو خف يومين ثلاثه بيرجع بيبقى ابشع من الاول. فبلاش حاجات تمسك الاسهال، وندي مطهرات معويه ومحلول جفاف يعوض الاسهال وبس كده.